السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في محطة جديدة من رحلتنا، رحلة معرفة بالله. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن اسم هو السبب في إننا واقفين على رجلينا لحد دلوقتي وبنصلي ونصوم رغم تقصيرنا. إن شاء الله هنتكلم عن اسم الله الحليم. تعرف يعني إيه حليم؟ يعني اللي بيشوفنا بنغلط وقادر إن هو يعاقبنا عليها فورا، ولكن بيختار إن هو يدينا فرصة. كتير مننا بيخلط ما بين الصبر والحلم، ولكن ما بينهما عظيم جدا. والحلم ده نوع عالي أوي 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 وراقي جدا من الصبر. تعالوا معايا نعرف ازاي حلم ربنا علينا هو اللي فتح لنا باب الرجوع، وازاي ان الاسم ده هو الأمان اللي خايف من ذنوبه. فكمل معايا الحلقة للآخر وما تسيبش المحطة وتمشي. الحليم في اللغة هو اللي مش بيستفزه الجهل ولا المعصية، ومش بيعاقب عليها فورا. ببساطة أوي هو اللي مش بيقف على الوحدة. تخيل معايا لو ربنا بيقف معانا على الوحدة، يعني غلطت غلطة تيجي الرزق مقطوع، عملت ذنب تيجي الصحة رايحة، كان زماننا ضيعنا من زمان. وده ظهر واضح في قول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تخيل، ما ترك على ظهرها من دابة، يعني أي واحد يعمل غلطة يجي رايح منه حاجة من صحته، كان زماننا متنا من زمان قوي. لكن الحليم سبحانه وتعالى بيشوف العبد بيعصب نعمه. يعني أعطاك الله نعمة البصر فتنظر هنا وهناك، أعطاك الله نعمة اليد فتعصي بها، نعمة القدم فتعصي بها. ومع كل ذلك ربنا عز وجل يفضل ينزل عليك نعمه بمنه وكرمه فقط، بمنه وكرمه عليك، ويفضل يبعت لك رسائل علشان ترجع لطريقه. الحلم مش عجز، حاشا لله سبحانه وتعالى، بل هي قدرة مغلفة برحمة من الله. لأن ربنا لو أراد أن يهلك الكون كله في لحظة لفعل، وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وانت متخيل ازاي؟ ولكن سبحانه وتعالى بيختار ان هو يكون حليم بينا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل حليم بينا، حليم علشان يدينا وقت نشوف اننا غلطنا ونراجع نفسنا، وقت اننا نتوب ونرجع بصدق. كلنا عارفين قصة الرجل اللي قتل 99 نفس، ربنا حليم بيه لحد ما قتل 100 ثم تاب فتاب الله عليه. بس خد بالك، مش دايما الحلم ده بيكون موجود، ممكن ينسحب منك في وقت انت كنت محتاجه قوي. تمام. الحلم الإلهي معناه إن باب الرجوع مفتوح لآخر النفس، والاسم ده يطمن العاصي قبل الطائع. بيقولك ما تتصورش إن انت ببعدك ده ربنا حليم بيك وسابك ونساك، لأ، يريد منك سبحانه وتعالى، يريد منك أن ترجع إليه، ولكن بسرعة، سرعة أوي 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 كمان. لأن ممكن حلم الله ينتزع منك في وقت انت كنت محتاجه قوي. ازاي؟ مش ساعات بنسمع، وكتير مننا سمعنا، وكل واحد فينا له قصة، ان حد قريبه او صاحبه او جاره مات وهو في سن الشباب. ممكن يكون ده كان عاصي وحلم الله انتزع منه فجأة. فالحلم ده موجود عشان انت وصلك الفيديو ده، فتوب دلوقتي، ارجع دلوقتي، ما تأجلش. هتأجل لحد امتى؟ من عاش على شيء مات على شيء، ومن مات على شيء بعث عليه. لو ما غيرتش نفسك هتموت على اللي انت فيه، ولما تموت على اللي انت فيه هتبعث على اللي انت فيه. فتخيل انت ماشي في أرض المحشر ومعاك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والإمام الشافعي وابن القيم والصحابة رضوان الله عليهم وأبي بكر وعمر، وده كله معاك، وانت ماشي على ذنب بعث عليه. يعني انت في الأرض المحشر ماشي وانت بتعمل الذنب ده. فارجع وفكر في عاقبة هذا الأمر. تمام. فحلم ربنا هو اللي بيخلينا نستحيي منه. لما تلاقي اللي انت بتعصيه لسه بيكرمك ولسه بينعم عليك،
فلازم قلبك يدق بالخجل. بما اننا في رحلة معرفة بالله، فلازم نوزن اخلاقنا بميزان الحلم. بالذات في رمضان الناس بيبقى خلقها ضيق وبتقف على بعض على الوحدة، وهنا بقى لازم تتعامل باسم الله الحليم. خليك حليم مع اللي غلط فيك في الشارع وقول له إني صائم. خليك حليم مع أهلك وعيالك، وما تبقاش واقف لهم على الواحدة. أي حد يعمل حاجة غلط تيجي معاقبه، لأ، خليك حليم معاه. الحليم هو اللي بيمسك نفسه، بس هو قادر يرد الإساءة بالإساءة، ولكن بيرد الإساءة بالإحسان ويكظم الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فده الحليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وكل ما كنت حليم مع الناس ده بيستوجب حلم الله عليك يوم القيامة، وإن هو ييسر حسابك. تمام. واجبنا النهاردة في رحلة معرفة بالله هو ضبط النفس. وانت ماشي، لو حد غلط فيك، حد زعق معاك، حد من اهلك ضايقك في حاجة معينة، مش لازم تشتم وتضرب وتتعارك وتهزق وترد الإساءة بالإساءة. لا، افتكر حلم الله عليك في وقت انت كنت بتعصي فيه، وقول عفى الله عما سلف، وقول ربنا يسامحك واعفو عنه. تمام. وافتكر إن ربنا عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من صفات المتقين دولت بقى إيه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فأنت هنا بتستوجب الجنان التي أعدها الله للمتقين، وتتصف بصفة من أهل التقوى. تمام. وبكده أنا خلصت حلقة النهاردة، ومحطة كانت جميلة جدا واستفدنا بيها واستمتعنا بيها إن شاء الله. وبكرة معادنا مع اسم هو المسؤول عن الرد السريع للدعوة، مع اسم الله المجيب إن شاء الله. فلو الحلقة دي عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، وتقول لنا رأيك في التعليقات، وتنشرها في كل حتة علشان نزاحم أهل الباطل وما أكثرهم في رمضان. تمام. ما تنساش تدعينا معاك على الفطار وفي وقت التهجد، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. ويا رب يا رب يا رب اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.